اختصارات كتيرة في ال HTML هتسهل عليك الكود بتاعك وكمان هتسرعه لك. تعالى كده نشوف. لو انا بكتب هنا div وجيت عملت كلاس وعايز اديها مثلا اي اسم كلاس، الكلام اللي احنا بنعمله ده غلط. طيب تعالى اوريك الصح ايه. لو انت عايز تعمل div والdiv ديت هتديها اي كلاس معين، كل اللي انت بتعمله بتيجي تعمل div كده دوت اسم الكلاس اللي انت عايز تديه. الموضوع سهل. لو انت مثلا عندك h1 وال h1 ديت عايز تيجي تديها id بالشكل دوت وليكن مثلا header، ده اللي احنا بنعمله ده غلط. طب تعالى نشوف الصح ايه. ادي ال h1 فاقول له هاش header بالشكل ده، وده الصح. يلا بينا على اللي بعده. لو انت عايز تعمل div بالشكل ده وتدخل جواه تكتب باراجراف، اللي احنا بنعمله ده هنا غلط وبطيء. طيب تعالى نشوف ايه الصح. احنا بنعمل div بالشكل ده وبقول له انا عايز اللي جواه يكون b، وده الصح. تعال نشوف اللي بعده. طيب لو انا عايز اعمل div، الdiv دي جواها h1 بالشكل ده وعايز اكرر ديت 5 مرات بالشكل ده كده. طيب اللي انا عملته ده برضو غلط. طب تعال نشوف الاسرع ايه والاسهل ايه. ان انا باجي اقول للراجل ده ادي div بالشكل ده كده، div في 5، واقول له ان انا عايز جواها ال h1 بالمنظر ده كده. لو انت عايز تعمل div، الdiv دي واخده كلاس اسمه بارا 1 وعايز تكررها كذا مرة، باختلاف انك انت هتغير بس الارقام بالشكل ده. اللي انا عملته ده غلط. طيب تعالى نشوف الاسهل ايه. يعني بقول للراجل ده انا عايز اعمل div كده، الdiv دي عايز اكررها 5 مرات ويكون واخده كلاس اللي هو دوت بارا، واحط له علامة الدولار ساين عشان يبدأ ان هو يحط لي ارقام عشوائية زي ما انت شايف على اليمين كده، وده الصح. اللي بعده، لو انا عايز اعمل شكل زي ده كده، اللي انا عملته دوت برضو غلط. طب تعالى نشوف الاسرع ايه. طيب اقول له div دوت بانر عشان ادي الديف ديت كلاس، وبعد كده انا عايز اعمل ايه، احط جواها صوره. فمعنى ان انا احط جواها صوره يبقى انا هقول له ان انا عايز اخلي جواك الايمج. طيب والايمج دي انا هلزق فيها الديف اللي اسمها كابشن، فهقول له بلس ديف دوت كابشن بالشكل ده، والديف اللي اسمها كابشن دي هيكون جواها ال h1 بلس ال b. وبكده يكون الفيديو انتهى. خليك اسرع ما تبقاش بطيء. سلام.